problem. Hey! السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة وفيديو جديد على قناتنا كنوع من تحليل وردة فعل حول مباراة تونس ضد نظيره الفرنسي وفوز تونس ضد أبطال العالم. وأيضا سوف نتحدث عن دخول المشجع التونسي الذي يحمل العلم الفرنسي. هذا المشجع الذي دخل لأرضية الميدان، تركنا لكم فيديو دخول المشجع التونسي بالعلم الفلسطيني وهو يجري وسط الميدان، وهذا راجع كردة فعل للعرب بعد الكلام الكثير من الأوروبيين حول الشواد وحول تمثيلهم لعلمهم وإرادة دخولهم بعلمهم. الحمد لله اليوم المنتخب التونسي يلقي درس لمنتخب فرنسا يفوز عليه 1-0. صحيح أن المنتخب الفرنسي شارك بلاعبين احتياطيين أو الفريق الثاني، ولكن منتخب فرنسا لا يملك فريق احتياطي وفريق أول، جميعهم نجوم كلهم يشاركون في أقوى الأندية وكبار الأندية الأوروبية. تونس قدموا كل شيء، قدموا مباراة رائعة للغاية، ولكن للأسف ضيعوا أنفسهم في مباراة أستراليا. جميعنا شاهدنا مباراة تونس، جميعنا شجعنا منتخب تونس، جميعنا فرحنا لهدف وهبي الخزري، وجميعنا انتظرنا عودة المنتخب الدنماركي، انتظرنا مقابلة كبيرة المنتخب الدنماركي وتعادله ضد المنتخب الأسترالي الكنغر، ولكن المنتخب الدنماركي ليس هو الدنمارك الذي شارك في يورو الماضي. المنتخب التونسي دخل بقوة بتشكيلته، غير فيها 3 لاعبين أو 4 لاعبين، قدموا مباراة كبيرة. وهبي خزري سجل هدف رائع بعد استغلال كرة ضائعة من وسط ميدان المنتخب الفرنسي، ناحيته يراوغ مدافع ويسجل الهدف الثاني. يعني منتخب تونس نستطيع أن نقول أن إقصاؤهم راجع لخازمتهم في مباراتهم الثانية ضد المنتخب الأسترالي. مباراة اليوم قدموا كل شيء، يعني نقولوا أن المنتخب التونسي كان يستاهل المرور للدور الثاني، ولكن المباراة الثانية هي التي أقصتهم. خيرها في غيرها، وهذا ما كتب ربي. المنتخب التونسي إن شاء الله يعوضنا في المسابقات القادمة، وهذه لمحة من المباراة. المشجعين التونسيين كانوا رائعون للغاية، قدموا تشجيع عالمي. مع بداية المباراة في الدقيقة 7 المنتخب التونسي يسجل هدف رائع، ولكنه يقوم بإلغاء الحكم، وذلك راجع بالتسلل. المنتخب التونسي لم يكل ولم يمل، هو واصل هجومه وضربه لدفاعات المنتخب الفرنسي. هنا التسلل موجود، وحقيقة الهدف يرفض. هنا كرة العيدوني يقوم ولكن يضيع بن سليمان. يلا هنا حضور النجمة هنا حضور نجمة التنس التونسية أنيس الجابر. وهنا في الدقيقة 34 تصويبة رائعة من وهبي الخزري ومنضندة يتصدى لها. المنتخب التونسي واصل هجومه، لم يرجع أبدا للدفاع في الشوط الثاني. كرة رائعة من العيدوني، يتقدم العيدوني، يسقط لاعب المنتخب الفرنسي يسدد العيدوني، ولكن منضندة يتصدى لها. هنا في الدقيقة 57 السخيري يسترجع الكرة، يقدمها العيدوني ناحية وهبي خزري ينطلق في الكرة. وهبي خزري يراوغ فاران، يصوب باليسرى، والهدف الرائع للمنتخب التونسي. ويلياي كما قالها الشوالي، المنتخب التونسي يفوز ضد فرنسا بهدف وهبي الخزري. ولكن للأسف أستراليا فازت أيضا في مباراتهم ضد الدنمارك 1-0. خزري سجل هدف رائع، وهناك أيضا ضرب من المدافع الأيمن لوهبي خزري على رجله. المنتخب التونسي واصل في الهجوم، وبعدها دخول مبابي، ديمبيلي، غريزو، أيضا دخول رابيو، تغيير المنتخب الفرنسي بالكامل. المنتخب الفرنسي يقدم كرات رائعة بعد دخول هذا الخماسي، قدموا هجومات مرتدة لولا تصديات الحارس دحمان. المنتخب الفرنسي سجل هدف في الدقيقة 98 عن طريق غريزمان، ولكن الحكم رفض الهدف. الله أكبر من الشوالي. تونس تفوز ضد بطل العالم وتقدم مباراة للتاريخ. هنا ينهي الحكم المباراة. حزن شديد للمنتخب التونسي رغم الفوز ضد بطل العالم، لأن التأهل كان بيدهم. تعادل ضد الدنمارك
صاحب المركز الثالث في اليورو الأخير. أيضا فوزهم ضد بطل العالم منتخب فرنسا اللي قدم يورو رائع، قدم بطولة أوروبية رائعة بكامل نجومه في الشوط الثاني، مبابي، رابيو، غريزمان، ديمبيلي، الجميع شارك. يعني نقول خيرها في غيرها المنتخب التونسي. نتمنى لكم في قادم المناسبات أن تكونوا أفضل وتقدموا أفضل. كنتم تستاهلوا التأهل ولكن قدر الله ما شاء فعل. وأشكر المناصر التونسي الذي دخل إلى أرضية الميدان بالعلم الفلسطيني. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أتمنى أن تنالوا إعجابكم. أتمنى الآن التوفيق للمنتخب السعودي في مباراته ضد المنتخب المكسيكي بعد دقائق قليلة. يلا نتمنى صعود أول منتخب عربي للدور الثاني وبعدها المغرب. نشكركم على هذه الإصغاء لنا. نلتقي في حلقة قادمة. أي تعليق وأي كلام ضعوا لنا في تعليقات وسوف نجيبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل التواصل بكل ما هو جديد القناة. شكرا لكم، نلتقي في الحلقة القادمة.